زيزو عايز ياخد 100 مليون جنيه. طب مبدئيا ال 100 مليون جنيه دول يعني 2 مليون دولار، فعشان برضه نحط الامور في نصابها يعني مش مشكلته هو فرق العمله. والراجل لما بيقول ان هو عايز 100 مليون جنيه عشان هو بالفعل جاي له عرض باكتر من الرقم دوت، فالراجل مش بيبالغ. طيب تعالوا نحسبها كده بطريقه اخرى. عايز اقول لك اكيد فاكر ان مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك السابق ومهاجم نانت الفرنسي الحالي، الزمالك باعه بما يعادل 4 مليون دولار. مشى مصطفى محمد، الزمالك اشترى مين بقى مكانه من وقت ما مشى مصطفى لغايه النهارده؟ سامسون اكينيولا، سيف الدين الجزيل، عمر فرج، ناصر منسي، مروان حمدي. دول الخمس رؤوس حربة اللي جم الزمالك عشان يعوضوا رحيل مصطفى محمد. يا ترى الزمالك دفع صفقات شراء في الخمس لعيبه دول قد ايه؟ 5 مليون دولار. الزمالك اشترى الخمس اسماء اللي انا بقولهم دول ب5 مليون دولار. طيب واداهم كام مرتبات؟ تقريبا 5 مليون دولار قصادهم. يعني الزمالك صرف 10 مليون دولار علشان يلاقي بديل لمصطفى محمد. هل استفدنا بحاجه؟ تخيل كده لو ما كناش بقى بعنا مصطفى محمد ومصطفى محمد اخد مليون دولار في الموسم، وكان هيبقى مبسوط على فكره، 1.5 مليون دولار في الموسم. كان زماننا دفعنا لنا في ال3 مواسم دول 4.5 مليون دولار. ومعانا مين؟ معانا مصطفى محمد، مهاجم احنا واثقين في قدراته، حقق نجاح معانا. ده اللي انا بتكلم فيه. ما تبصش تحت رجلك، ما تقولش هو هياخد 2 مليون دولار ولا 100 مليون جنيه ولا ايا كان. قول لو انا بعته هدفع فلوس قد ايه عشان اشتري لعيبه مكانه، ويا ترى اللعيب ده هينفع ولا لا، فاضطر ان انا اشتري واحد تاني. هديله مرتب قد ايه اللعيب اللي هيجي دوت، خصوصا ان اكيد يعني ما فيش لعيب محلي اقدر ان انا اضمن ان هو يحقق استمراريه ونجاح زي اللي بيحققه زيزو واللي ضامنه لي احمد مصطفى زيزو. فمن الاخر يعني عزيزي الزملكاوي، اصحى كده للكلام وقارن احنا ازاي لما مشينا مصطفى محمد خسرنا ولا كسبنا، لما مشينا طارق حامد خسرنا ولا كسبنا، لما مشينا فرجاني ساسي خسرنا ولا كسبنا، لما مشينا اشرف بن شرقي خسرنا ولا كسبنا. هتلاقي الحسبه خسرانه. فلا، لازم تضغط على مجلس الاداره ان هو يجدد لزيزو، ياخد 100 مليون جنيه، ياخد 2 مليون دولار، حقه ياخد 2 مليون دولار. ورساله اخيره كده لاخواتنا الاهلاويه اللي بيحاولوا يعني يشعللوا الامور ويتكلموا ان اوضه اللبس هيتحرك هيحصل لها مشكله وبتاع. روح قول له هو هيدفع كام لبيرسي تاو عشان يفسخ عقده. هيدفع له تقريبا 1 مليون دولار علشان بس يفسخ عقده ويمشي ويجيب واحد مكانه. دفع كام لرضا سليم وهيرفعه بره القايمه علشان برضه يجيب حد مكانه. فمن الاخر اخوك الاهلاوي بيدفع ومزروط الدنيا، وبالرغم من كل دوت شايف ان ادارته بخيله. فما تنجرش ورا الكلام دوت عزيزي الزملكاوي. زيزو لازم يجدد ومفيش بديل عن كده.